السلام عليكم. كاينين قصص كتسمعهم وتنسى، وكاينين قصص كتسمعهم وكيبقاو ساكنين فيك. طنجة ماشي غير مدينة، هي خشبة مسرح كبيرة كيتسلعب فوقها كل شيء: الحلم، الدم والخيانة. ووسط هذا المسرح كان كاين واحد سميتو الحقيقية ياسين، ولكن الزنقة سماتو المافيوزي ولد الحومة، ولد الشعب اللي داز من الفقر للتهريب للسلطة. وباقي في كل خطوة دارها كاين سؤال واحد: واش كان ضحية ولا هو اللي اختار يكون وحش؟ بقى معايا، هاد القصة ماشي غير ديال المخدرات، هاد القصة ديال اي واحد تزاد في الزنقة وما لقى حتى باب يخرج منه، غير باب الظل وباب النار. طنجة حي شعبي 1999. الصباحات هنا ما كتبداش بالشمس، كتبدا بصوت الناس في الزنقة، بغوات الباعة، بريحة الخبز السخون الممزوجة بشياط السردين المشوي. الحومة حية ولكن فقيرة، الزناقي ضيقة ولكن الأحلام أضيق. المافيوزي ماشي سميتو، ولكن هكذا كيعرفوه الناس، سميتو الحقيقية ياسين، ولكن دارت به الدنيا حتى ولا الاسم ما بقاش كيعني له والو، يعني اسمه ما بقى كيعني له والو. تربى في حضن ام مطلقه لاله زينب، خياطه خدامه من الصباح حتى الليل بدون راحه، ويوميا راجلها طلقها واختفى له الاثار، وتقريبا ياسين عاش يتيم من صغره. وياسين كيعرف ان القفه ما كتعمرش بالنيه، الزنقه علماتو الضربه قبل الهضره، والنيه بلا سلاح ما كتوكلش الخبز. كانوا هو ولطيف صحاب، اصدقاء من الصغر، كيدوروا في الشوارع بحال العجاج. مرة كيجمعوا البيض من السوق، مرة كيهزوا السلعة من شي مول القيسارية، ومرة كيبيعوا الميكا. في نهار سخون من نهارات الصيف جاتو أول فرصة، كان واقف قدام قهوة الريف الكبير. جاب ليه واحد من الكبار سميتو الزرق، معروف في الحومة، عنده يد طويلة في كل شيء: الحشيش، طابة، البوليس، كيحسبوا ليه ألف حساب. الازرق قال لي: ياسين، ياسين، كتشوف راسك راجل؟ رد عليه المافيوزي وقال له: انا راجل من قبل ما نعرف شنو كتعني الرجله. الازرق قال له: باغي الدقه صحيحه ولا غير كتفرج؟ رد عليه المافيوزي وقال له: قول شنو خصك، انا غادي ندبر. الازرق عطى المافيوزي، عطاه باكيه صغيره وقال ليه يديها لواحد المعلم في بني ميكادا. من داك النهار ولا ياسين خدام مع الزرق، ما كانش تاجر كبير ولكن كان ولد الزنقة اللي كيدخل فين ما تخاف الناس تدخل. كان كيمشي من حي لحي، من طنجة بالية للشارف المصلى، من مرقالة لباب العسة، وكل طلعة كتزيد وكاعية. الخدمة ولات كتزيد والطريق بدات كتحلى، وفي كل خطوة كان الدم كيتقطر من تحت. لطيف بدا كيشوف التغيير في صاحبه وبغى يخرج راسو. لطيف مشى عند الياسين وقال له: راه ماشي هادشي اللي حلمنا به، راك غادي بعيد بزاف. رد عليه المافيوزي وقال له: الحلم؟ فين كاين الحلم يا لطيف؟ حلمنا كان الخبز، دابا عندي كابا ديال الفلوس وعندي شكون يسمع ليا. المافيوزي دخل في صفقة كبيرة: تهريب شحنة ديال الحشيش عبر الغابات من طنجة حتى الفنيدق. البوليس كان شد الطريق كاملة، ولكن المافيوزي داز من طريق الحمير، طريق ما يعرفها غير هو وناس من عهد باباه. رجع بوجهه عامر دم، ولكن الشحنة وصلات. الزرق شاف فيه مزيان وقال ليه: دابا نقدر نعيط لك ولدي، راك بينتي ليا شحال كتسوى، ولكن الفلوس ما كتجيش بلا ثمن. في واحد النهار لقاه لطيف وقال ليه: سلمى رجعات للحومة كتقلب عليك. سلمى حب الطفولة، البنت اللي كان كيعطيها الكرموس ويهرب، رجعات، ولكن لقات المافيوزي ماشي ياسين. شافها وقال ليها: ما كانش خاصك ترجعي، الزنقة ولات ما كترحمش. جاوباتو: رجعت باش نعرف علاش تبدلتي وعلاش وليتي كتخوف الناس. وسط هاد العالم كاين اللي كيضحك ليك وهو كيغرس لك السكين. لطيف وهو كيحاول يبعد، طاح في الفخ وتشد عند البوليس، ما قدرش يتحمل الضغط وقال سمية المافيوزي، اي اعترف عليه وقال عليه اسرار خطيرة للشرطة. الازرق سمع بالخبر ولكن ما صدقش. المافيوزي مشى للزنقة اللي شدو فيها لطيف ولقاه خارج من الكوميسارية. ياسين وجه كلامه لصاحب عمره وقال له: قولها لي في وجهي يا لطيف، واش بعتيني؟
جاوبوا لطيف: ما كنتش ناوي، عافاك يا ياسين، ضربوني هددوني وقالوا لي غادي يديو لي ميمتي. المافيوزي ما جاوبش، غطى وجهه بكاسكيطة ومشى. في الليل كانت الحومة ساكتة، ولكن صوت رصاصة وحيدة هزت الزنقة. لطيف طاح مات، لقاوه مصفينها له بقرطاسة. سلمى هربات، ما قدراتش تشوف ياسين كيغرق كتر. بدا المافيوزي كيتوغل حتى ولا كيحرك السوق كامل من المرسى حتى لسبته. ولاو عنده رجال ديالو، ولا عنده سلاح، وما كاينش شي حد اللي يقدر يوقف في وجهه ولا يوقفوا عند حده. ولكن البوليس ما كينعسوش. المعلم الازرق طاح شد في عمليه كبيره، وهذا الشيء خلى الطريق كلها تولي على المافيوزي ويرجع هو المعلم الكبير والباترون. في واحد النهار من بعد ما طاح الازرق، جاء عنده واحد الراجل سميتو الكحل من جهه الشمال وقال له: راه العيون عليك، دابا خصك تختفي. المافيوزي جاوبو: فين غادي نهرب؟ الحومه هي انا، وانا هو الحومه. في واحد النهار شتوي، البرد داخل حتى العظام، طاح البوليس على فيلا مهجوره في مالاباطا. لقاو فيها شويه السلعه وشويه الورق، ولكن ما لقاوش المافيوزي فيها. كيقولوا شافوه في سبته، وكيقولوا مشى لاسبانيا، وكيقولوا كاين في الغابه الكبيره ساكن وسط الناس اللي ما عندهم لا ورق ولا حكايه. ولكن في الحومه في كل قهوه كاين اللي كيحكي على واحد سميتو المافيوزي. كان راجل وكان حاكم وكان ولد الزنقة ومات فيها. ولا لربما ما ماتش. واش هذه النهاية، ولا يمكن تكون هذه غير البداية؟ نلقاوكم على خير.